السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد، وطبعا الفيديو ده فيديو متنوع كعادتنا، وطبعا معانا مشروبات جديدة وحصرية ومصرية كمان. طبعا لازم نشجعوا منتج بلدنا، امال ايه؟ مش بلدنا ولا ايه؟ وطبعا معانا مشروبات كتيرة، بس في سؤال كلنا بنسألوه: هل في حاجة هتيجي وهتهزم الترند بتاع سبيروس باتس ولا ايه؟ فاحنا هنجربه النهارده ونشوف اذا كان الطعم بتاع اي حاجه من دول هتهزم طعم سبيروس باتس ولا اي كلام. فدلوقتي حان وقت المشروبات. انا اول منتج وهو منتج ماكسي كولا. ده بيتميز ان هو ليه 3 اطعمه، في منه التفاح الاخضر والبرتقال والكوكا كولا. فاحنا اول منتج هنجربوه او اول طعم هو بالتفاح الاخضر. جبت كوبايه النيش الجميله بتاعتنا ويلا بينا نجرب المشروب بتاعنا. بصراحه هي طعمها جميل، يعني مناسب لسعرها مناسب لحجمها، وكمان الصودا فيها مظبوطه جدا والطعم الكولا باين. ويلا بينا على الطعم اللي بعده. ومعانا الطعم اللي بعده من ماكسي وهو طعم البرتقال. بصراحة هو طعم الكولا، طعم البرتقال بصراحة واضح فيها جدا، والصودا كمان مظبوطة، بس الطعم مش اللي هو، فاحنا هندوها 7/10. ده تالت طعم وهو كوكا كولا، ويلا بينا نفتحوه. هو طعم الكوكا كولا هنا برضو ضعيف شوية، وكمان هنا في فرق عن بقية الكوكا كولا اللي عدت، ان دي الصودا بتاعتها قليلة، فكده هديها 5/10. تاني منتج معانا وليه طعمين: طعم الفراولة وطعم التوت والخوخ. فأول طعم هنجربوه هو طعم الفراولة. هنا كوباية النيش الجميلة، وطبعا ماما الله يبارك لي فيها يا رب. فيلا بينا بقى نجربه الطعم الجديد ده. بقى بينا نجربه باظ بطعم الفراولة. هنحط في كوباية النيش بتاعتنا العسولة. بصراحة لونه جميل جدا ولونه بينك قوي. بصراحة يا جماعة طعمه خطير جدا. في الاول كده بتحسي ان هو طعمه فراولة وحلو، وفراولة معاها صودا كده، بس في الاخر تحسي بدوا كحة. فبصراحة تقييمي ليه هيكون 7/10. تاني طعم من باز وهو بالبلو بيري والخوخ، ويلا بينا نجرب. يلا بينا نجربه. طبعا هنحطه في كوباية النيش بتاعتنا الحلوة. بصراحة يا جماعة هو ده طعمه احلى من التاني بكتير، لان التاني في اخرها طعم ده وكحة، انما تحس ان انتي بتشربي بلو بيري كده، بس طعم الخوخ مش باين فيها قوي، فعشان كده هديله 9/10. تالت منتج وهو منتج المياه الغازية من ديفا، ودي شركة لسه فاتحة جديدة ونزلت ده. بصراحة شكله حلو، منزلة منه طعمين بس اللي انا لقيتهم: التفاح والبرتقال. هنبدأ اول حاجة بالتفاح. لسه مستمرة معانا الكوباية الكيوت دي بتاعت النيش، ربنا يخليكي ليا يا ماما. وطبعا هنفتحه الكوكاكولا اللي بعدها.
طبعا هي كاكولا بتبقى صعبة في فتحها شوية عشان بتبقى متبرشمة جامد مننا. يلا بينا في كوباية النيش الجميلة، يلا بينا نجرب. بصراحة طعمها حلو جدا، وكمان طعم التفاح فيها باين، فبصراحة طعمها جميل، فهديها 9/10. ومعانا الطعم التاني من منتج ديفا، ويلا بينا نجرب الطعم. يلا بينا نجرب. بصراحة هو اللي كان بطعم التفاح كان احلى، عشان التاني كانت الصودا بتاعته عالية، وكمان كان الطعم فيه كان واضح اكتر، انما دي الطعم فيها خفيف وفي نفس الوقت الصودا فيها اقل، فبصراحة هديها 8/10. ومعانا منتجين جداد لسه نازلين السوق. اول منتج معانا هو سكاي، وتاني منتج معانا هو مليون كولا. فيا ترى هل المنتجين دول هيقدروا ينافسوا المنتجات اللي احنا جربناها قبل كده ويعدوا الترند بتاع زبيروس بيتس، ولا برضو مش هيقدروا؟ فيلا بينا نجرب، وهنبتدوا اول حاجة بسكاي. كوباية النيش الجميلة بتاعتنا مستمرة معانا، وطبعا معانا اول حاجة سكاي اللي قلنا عليها بطعم التفاح الاكتر. يلا بينا بقى نجربوا طعم سكاي الجديدة. بسم الله. بصراحة هو طعمها حلو، بس في نفس الوقت الصودا بتاعتها مش اللي هي اللي احنا متعودين عليها مثلا في الكاكولا العادية، بس هي طعمها حلو وهديها 7/10. مستمرة معانا كوباية النيش الأنيقة والجميلة، ويلا على مليون كولا. يلا بينا نكمل فتح مليون. بصوا يا جماعة، هو انا مش هعلق عليها عشان هي بصراحة مش ذوقي، ومش هديها تقييم. ومعانا المشروب اللي بعده وهو داش. معانا طعمين، معانا مشروب غازي بنكهة الرمان، ومعانا مشروب غازي بنكهة الليمون والزنجبيل. وطبعا هنبتدوا اول حاجة بدي. مستمرة معانا الكوباية، ويلا بينا على داش. وطبعا زي ما احنا قلنا ان داش ده بنكهة الليمون والزنجبيل، ولونه حلو، يعني مش هنعلقه على اللون دلوقتي. بصراحة هو الطعم مش احسن حاجة، بس لو حد بيحب البريل هاتوا واشربوه ولا كأن في اي حاجة. كوباية جديدة من النيش، ويا رب ماما تنفخنيش بعد الفيديو ده، وادعولي. ولو ما رجعتلكمش بالفيديو اللي بعده وبترحبوا عليا ان شاء الله. ويلا بينا على داش اللي بعده. يلا بينا على الداش اللي بالرمان. الكوباية المميزة بتاعتنا واللون البينك بتاعنا اللي احنا معتادين عليه. وانا من الاول والله انا من الاول ما كنتش مرتاحه للبدايه دي، لا ريحتها ولا لونها يعني بصراحه هو لونها حلو، بس ريحتها وحشه بصراحه، انما طعمها اوحش واوحش. يعني لو سمحتوا، يعني اللي بيحب بريل برضو يجيبها لو عايزين. ماسك الختام ومحبوب الجماهير وملك الترندات. ده طلع ترند بقاله شهر كده، سبيروس بيتس واطعمته والكلام ده. رحت السوبر ماركت عايزه سبيروس بيتس، طب فين؟ طب هلاقيه فين؟ ما دخت على ما لقيت الطعم ده، ويا ريتني لقيت طعم تاني، لقيت طعم اليوسف. فيلا بينا نجربوه ونشوفه اذا كان هيطلع زي ما بيقولوا عليه ترند وجامد واشتروه كده، ولا هيطلع في ستيك. يلا بينا. يلا هندوق سبيروس بيتس الترند. بينا ندوق معشوق الجماهير. وطبعا نحطه في كوباية النيش اللي لو خدنا غيرها هنروحوا فيها. يلا بينا. بصراحة هو الطعم بتاعها حلو جميل بصراحة، والصودا بتاعتها مظبوطة وكل حاجة، بس بصراحة حاسة بطعم غريب كده موجود فيها.
بحيث ان هو يصفي على برتقال. تمام، هو مكتوب هنا يصفي بس. فاللي هو انا هديها 9/10 لان هي بصراحة طعمها خطير، وفي نفس الوقت مدياكي ان هو احساس ان في طعم يعني غريب، وبصراحة تستاهل ان انا اجيبها تاني. وطبعا دي اكتر مشروبات عجبتني في الحلقة، وبصراحة ده اكتر مشروب عجبني، ومن كتر ما هو عجبني وطعمه حلو انا خلصته بصراحة. بصراحة هو يستاهل 10/10، مش 9/10 ولا حاجة. بس بصراحة انا مش اخر مرة هشتريه، انا كل ما انزل هشتريه، بصراحة طعمه خطير جدا. وتاني مشروب عجبني هو سبيروس بيتس. بس ان شاء الله لو لقيت فيه قبول عليه والناس عايزة تجرب بقية اطعمته. وفي كمان مشروب اللي هو باز ده، طعم الفراولة، هو برضو حلو بس مش فيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا ومنتجاتنا الجديدة. بس لحظة، نسيت حاجة. فين المتابع الحلو الجميل اللي الناس اللي اشترك في القناة؟ فكرة انا شايفاكم، بس يلا انزلوا اعملوا اشتراك تحت. وكمان في حاجة، اي حد عايز اي حاجة يكتب لنا في الكومنتات، واحنا مش هنبخل عليكم باي حاجة. باي باي.